السلام عليكم يا خوتي. يا خوتي أخبار غير سارة. قال لك مبروك المغرب راح يدخلوه في 2026، راح يدخلوه في الاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات، وهذه أخبار مؤكدة بداية من 2026. وهذا ردا على الجزائر على كل ما فعله عمي تبون في الأمم المتحدة. يا عمي تبون قالوا لك تخلصها غالية، وخاصة الكيان السوس يردوا على عمي تبون وقالوا له يا عمي تبون تخلصها غالية، سمعت خليك متصاحب تاعك. يعني خافتي شوفوا الخطة الجهنمية، هذه خطة جهنمية كيما نقولوا باش المغرب يرد الصحراء تاعو، سمعت كيما يقولوا نهار بوليزاريو. قال لك عندما يدخل في الاتحاد الأوروبي سافوزير أوروبا كامل، أوروبا أمريكا، كما نقولوا 90% من بلدان العالم سيدعمون المغرب ليرد صحراءه، وهذه خطة جهنمية باش المغرب يرد الصحراء تاعو. عمي تبون قالوا لك تخلصها غالية، ياوي قالوا لك تخلصها غالية، بصح دوك تخلصها غالية والله العظيم. ما خافتي هذه الأخبار مؤكدة، سمعت قال لك زعما يدخل في الاتحاد الأوروبي 4 سنين كيرجع الصحراء تاعو يعاود يرجع لإفريقيا، سمعت خطة جهنمية. ياوي يا عمي تبون العب، سمعت شنو ديس الجزائر؟ ديس الهاوية، نهار ديس الهاوية، سمعت إيوالا هاي الخطة جهنمية باش المغرب يرجع الصحراء تاعو. فوالا شتو فور عليك عمي تبون، سمعت هادو عمي تبون هادو عندهم نيفو عالي، سمعت ماشي كيما انت عمي تبون تشوف غير هذا، تشوف غير الغدوة ولا هادو كيشوفوا انا فهمت على 4000 سنة، فهمت. إيوالا خاوتي يفوا يدخلوا 4 سنين تعرفوا ما جامي يحبونا، فهمتوا خاوتي، سي جوست باش يردوا الجزائر، سمعت 4 سنين وعاود عندهم واحد المصالح في إفريقيا. إيوالا أمريكا يدعم هذه الخطة، سمعت 4 سنين زعما يدخلوا في الاتحاد الأوروبي، 4 سنين زعما يدخلوا ومن بعد يشوفوا، سمعت هي جوست باش يرجع الصحراء المغربية تاعو، ومن بعد سيعاود يخرج يعاود يرجع لإفريقيا. ياوي خالتي صعيبة، واش راح دير عمي تبون دركا إذا دخلوا في الاتحاد الأوروبي؟ تعاود تقول المغرب ما تدخلش الاتحاد الأوروبي كيما دار الروس. والله العظيم دي تبع الرواسة، شاف الروس قال هذيك أوكرانيا ما تدخليش في الاتحاد الأوروبي أو دار الحرب، وانت عمي تبون تقول المغرب ما تدخلش الاتحاد الأوروبي سيبدا الحرب. والله الزاكاس هذيك يا عمي تبون، والله الزاكاس هذيك، سمعت والله صعيبة بزاف. المهم خاوتي بارطاجيو هذا الفيديو، المهم الحالة صعيبة والله صعيبة. السلام عليكم.